هنتكلم في حلقتنا عن المعونة الأمريكية، وهنعرف مع بعض إيه هي المعونة الأمريكية وسبب منحها لمصر وقيمتها، وهل استفادت أمريكا من تقديم المعونة لمصر، وهل تقدر أمريكا تنفذ تهديداتها الدائمة لمصر بأنها تقطع عنها المعونة؟ للإجابة على كل الأسئلة دي خلينا نبدأ. بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في سنة 1978، أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عن تقديم المعونة اقتصادية وعسكرية لكل من مصر وإسرائيل، واللي تحولت من سنة 1982 لمنح لا تراد. والمنح دي كانت قيمتها 3 مليار دولار لإسرائيل و2.1 مليار دولار لمصر. وبالنسبة لمصر المعونة مقسمة ل 815 مليون دولار معونة اقتصادية ومليار و300 مليون دولار معونة عسكرية. والمعونة الأمريكية بتمثل 2% من الدخل القومي المصري لمصر، و57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من المعونات والمنح الدولية، سواء من الاتحاد الأوروبي أو اليابان وغيرها من الدول المانحة. وموضوع إن أمريكا كل شوية تلوح بقطع المعونة عن مصر مش أول مرة ومش هيكون الأخير، لأن أمريكا في كل مرة بتلوح بقطع المعونة عن مصر بيكون هدفها تحقيق مصالح سياسية. وبخصوص قطع المعونة الأمريكية عن مصر، المحللين السياسيين بيستبعدوا فكرة إن أمريكا هتقطع المعونة عن مصر، لأن المعونة الأمريكية بتساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، بل على العكس الطيارات الأمريكية العسكرية مسموح لها بالتحليق في الأجواء العسكرية المصرية. بالإضافة إلى أن البوارج الحربية الأمريكية بيكون لها أولوية العبور في قناة السويس ما بين مئات البوارج الحربية لأي دولة أخرى، بالإضافة إلى أن مصر بتكون ملزمة بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية من المعونة الأمريكية المقدمة لمصر. وفي البداية خلينا أوضح لك جزئية مهمة، وهي أن المعونة الأمريكية بترتبط في أذهان الكثير بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل اللي تم عقدها في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الإسرائيليين برعاية أمريكية. والحقيقة أن المعونة الأمريكية بدأت أمريكا تقدمها لمصر بداية من 1953، واللي كانت في شكل شحنات من القمح لحكومة الثورة، وده كان في إطار مشروع النقطة الرابعة اللي أعلن عنها الرئيس الأمريكي هاري ترومان في إطار برنامج المعونات الموجهة من الولايات المتحدة الأمريكية للدول النامية، وده بسبب تنافس الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي في استقطاب الدول النامية وضمهم لمعسكرهم. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيهها المعونة لمصر كان سببه إن أمريكا عايزة تستقطب حكومة الثورة للمعسكر الأمريكي. وبالنسبة للتهديد بإيقاف المعونة، أول مرة تم إيقاف المعونة المقدمة لمصر كانت في سنة 1956 لما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي تمويل مشروع إنشاء السد العالي. وهنا واشنطن جمدت معوناتها الاقتصادية لمصر عقابا لعبد الناصر، ولكن الأوضاع رجعت وتحسنت مرة تانية بعد سنتين من حرب 1956 بتوقيع حكومة الرئيس الأمريكي أيزنهاور 3 اتفاقيات تجارية مع مصر بقيمة 164 مليون دولار. وتاني مرة تم تهديد مصر فيها بقطع المعونة لما قرر الرئيس جمال عبد الناصر إرسال قوات لدعم الثورة في اليمن. وثالث مرة تم قطع المعونة لما قامت مظاهرات 1964 في مصر، واللي اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بالتورط في حادث مقتل الزعيم الكونغولي بياتريس لومبوما. وبدأوا كأن الولايات المتحدة بتساوم عبد الناصر على استئناف المساعدات لدعم مشروعاته التنموية، واللي من جهته الرئيس عبد الناصر رد بخطابه الشهير في 23 ديسمبر 1964، واللي قال فيه إذا كان الأمريكان فاهمين إنهم بيدونا المعونة عشان يجوا يتحكموا فينا وفي سياستنا، أنا بقول لهم إحنا متأسفين، إحنا مستعدين نقلل استهلاكنا ونحافظ على استقلالنا، وإذا كان سلوكنا مش عاجبهم فأنا بقول لهم اللي سلوكنا مش عاجبه يشرب من البحر. وبعد ما حصلت بعض التطورات في العام التالي لسنة 1964 بتوقف شحنات السلاح المصري للكونغو وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في اليمن، وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيتين منحت بموجبهم أمريكا لمصر 65 مليون دولار في شكل معونات، ولكن عبد الناصر رفضهم بسبب ما تضمنته الاتفاقيتين من قيود على مصر، وقال في تصريح شهير لي الحرية اللي اشتريناها بدمائنا مش هنبيعها بالقمح أو الرز. لقد أوقف معونات القمح الأمريكي عشان اتكلمنا عن إسرائيل وفكرنا في إنتاج الصواريخ والأسلحة الذرية. ومع حرب 1967 حالة العداء زادت ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفضلت العلاقات ما بين البلدين مجمدة لحد سنة 1973 لما بدأت مياه جديدة تجري في نهر العلاقات بين البلدين، وخاصة في ظل وجود وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، واللي اقترح في سنة 1974 إرسال كميات من القمح لمصر بعد بداية توليه رعاية اتفاقية التهدئة ما بين مصر وإسرائيل. ومع توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1979 أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وعسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، والمعونات الأمريكية بشقها العسكري والاقتصادي
أصبحت جزء من الضمانات الأمريكية للاتفاق ما بين القاهرة وتل أبيب. وتحولت المعونة في سنة 1982 لمنح لا ترد بواقع 3 مليار دولار لإسرائيل و2.1 مليار دولار لمصر. وبوصلنا لأعقاب ثورة يناير 2011 وبعد إثارة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة لتوجيه تهمة الإضرار بالأمن القومي المصري لنشطاء بينهم أمريكيين، وإغلاق مكاتب لمنظمات حقوقية أمريكية في مصر، الولايات المتحدة الأمريكية لوحت بقطع المساعدات عن مصر من جديد. وكان واضح أن القرار الأمريكي جاء كرد فعل على رفض الجانب المصري لتدخلات أمريكا في خارطة الطريق اللي بتتبناها الدولة المصرية بعد ثورة يناير 2011. ولأن مصر هي المتلقي للمعونة الأمريكية، أمريكا شايفة أن مصر هي اللي هتكون متضررة من قرار قطع المعونة، ودوائر القرار الأمريكي بتتعامل مع المعونة الأمريكية لمصر على أنها أداة ضغط فعالة للتدخل في القرار المصري، زي أن أمريكا في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك فرضت على الحكومات اللي جت في عهده تحرير تجارة القطن وخفض التعرفة الجمركية على واردات الأسمدة، وتخلي الحكومة عن سيطرتها على محصول قصب السكر ومصانع الغزل والنسيج وغيرها من التدخلات الأمريكية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها استخدام أموال المعونات في تمويل وشراء سلع وخدمات أمريكية، وشحن 50% من السلع والمهمات من الموانئ الأمريكية، وشحنها على سفن أمريكية، بالإضافة للاستعانة ببيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروعات المصرية. والخبراء بيقولوا إن الولايات المتحدة بتستهدف بمساعدتها لمصر الحفاظ على العلاقة ما بين مصر وإسرائيل، حتى إن الأسلحة اللي بيتم توريدها للجيش المصري بمقتضى المعونة الأمريكية كانت بتصاحبها عقوب بتحظر على مصر استخدام الأسلحة الموردة للجيش المصري ضد الجيش الإسرائيلي، لدرجة إن أي قرار من الإدارة الأمريكية بقطع المعونة عن مصر كان بيخلي الإدارة السياسية والعسكرية في إسرائيل بيعتبر إن قرار قطع المعونة بيخلي معاهدة كامب ديفيد واستمرارها مع مصر في مهب الريح. وأهم جزئية في عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص قطع المعونة عن مصر هو إن أمريكا كانت بتتدخل في القرار السياسي والاقتصادي المصري طول سنوات المعونة، بالإضافة لشق خطير للغاية في الجانب العسكري، واللي هو إن أمريكا هي اللي كانت بتحدد نوعية تسليح الجيش المصري. والمعونة الأمريكية بتساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، بل على العكس الطائرات الأمريكية العسكرية مسموح لها بالتحليق في الأجواء العسكرية المصرية، بالإضافة إلى أن البوارج الحربية الأمريكية بيكون لها أولوية العبور في قناة السويس ما بين مئات البوارج الحربية لأي دولة أخرى، بالإضافة إلى أن مصر بتكون ملزمة بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية من المعونة الأمريكية المقدمة لمصر. وده دفع أغلب الخبراء والمحللين للقول بأن الفرصة أصبحت مواتية لصانع القرار المصري للتخلص من قيد المعونة الأمريكية. ودي كانت أهم في حلقة المعونة الأمريكية لمصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.